السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى الفيديو المنتظر بتاعنا ويوم السفر. انا بقى هنا كنت خلاص، هو مش اليوم، هو كان اللي هو خلاص يعني هصبح كده ان شاء الله اسافر تاني يوم على طول. وانا طبعا كنت لسه عارفة اليوم دون زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ده كان تكملة الفيديو. كنت لسه عارفة ان انا يعني مسافرة قبلها بيوم على طول، فكان بقى بصوا كان ضغط جامد. ويدوبك لميت بقى زي ما انتوا شفتوا كده الحاجة، السجاد والستاير والفرش عشان ما يتطربوش. وغير بمشيئة الله ان شاء الله ان شاء الله ارجع بالسلامة انا والاولاد وزوجي، وان شاء الله امسح وافرش. وبقى هنا كنت طبعا خلاص بقى بجهز في الشنط، بس انا بقى هنا عايزاكم الناصح اللي يعرف بقى انا مسافرة فين. انا هقول لكم يعني ايه البلد اللي انا مسافراها او المحافظة اللي انا مسافراها. هي 12 ساعة ومعمول ليها طريق جديد 6 ساعات. انا هقول في اخر الفيديو فين بس من غير ما نغش. عايزاكم كده تعرفوا تكتبوا لي في الكومنتات انا مسافرة انهي محافظة، ويكتبوا لي اسمكم جنبها، واللي هيقول صح هقول اسمه ان شاء الله في الفيديو الجاي. وبصوا يعني انا هنا كنت مسافرة، ده كان طريق 6 ساعات. الطريق بصوا كان كل ما يبدأ يضلم حبة كنت اصور لكم، كل ما يبدأ اللي هو النهار يروح شوية اصور لكم. بس هو بجد هو فعلا ايا كان 6 ساعات او 12 ساعة هو فعلا تعب وفرهضة، والحمد لله يعني، بس الحمد لله نوصل بالسلامة ونرجع لبيتنا بالسلامة ان شاء الله. بس عايزاكم تقولولي برضو ما تنسوش في الكومنتات المحافظة دي محافظة ايه، من غير ما نغش. انا هقول في اخر الفيديو، بس عايزاكم تقولولي كده دلوقتي في الكومنتات ايه المحافظة اللي بالسوبر جيت او بالاتوبيس 12 ساعة. ولو سافرنا ليها طريق تاني بس من غير السوبر جيت بيبقى 6 ساعات. وان شاء الله كلكم تعرفوه، بس تكتبوا لي اسم المحافظه، اكتبوا لي اسمكم جنبها، وانا اللي هيقول صح فعلا هقول اسمه في الفيديو الجاي. انا طبعا بقى كنت لميت كله وجهزت شنطه السفر، بس ما رضيتش اطول عليكم عشان برضو الفيديو ما يبقاش طويل عليكم كده ويبقى خفيف خفيف. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم، بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك كده في القناه عشان ان شاء الله قناتي تكبر بيكم. ويبصوا بقى هنا كان الليل كل شويه بيليل. بصوا احنا بنمشي حرفيا في صحراء، هي بتبقى صحراء بجد. يعني انا في حته كده مصورها لكم بالليل انتوا تفتكروا ان الشاشه سوداء، لا هي كان هو ده الطريق اللي احنا كنا بنشوفه، هتيجي دلوقتي. فعلا حرفيا هو ده الطريق اللي احنا بنشوفه بقى، يعني بصوا فعلا بجد مطول جدا. بصوا هو ده الطريق، انتوا متخيلين الحته دي سوداء ازاي؟ يعني هو ده الطريق اللي احنا بنشوفه. وهنا بصوا كان قدام، حاولت اجيب لكم كده من قدام كده على ناحيه اللي هو السواق. وهنا كنا خلاص الحمد لله بدأنا، يعني إن أول المحافظة يعني اللي هو بدأنا نخش كده إن شاء الله أول المحافظة. ويلا بسرعة بقى قولي في الكومنتات اسم المحافظة ايه بسرعة عشان خلاص قربت أقول اسمها، واللي هيقول صح هقول اسمه الفيديو الجاي. بص بقى هنا هي جميلة بجد بجد، هي محافظة سحر بجد حلوة جدا. وهقول لكم على معلومة كمان، هي أكبر محافظة في مصر، مساحتها أكبر محافظة. وهنا بقى بصوا كانت اللي هي بقى ايه، يعني اول ما دخلنا كده ولسه يدوبك ايه بنتنشى اللي هو داخلين فيها كده، وهي محافظة الوادي الجديد. عايزة اقول لكم من اجمل المحافظات اللي ممكن بجد تزوروها او تشوفوها في مصر، تحفة بجد. ويا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.